السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. صدق الله العظيم. طبعا أنا الفيديو هذا كان لازم أعمله بدري، منذ أن سمعت السيسي في المؤتمر وهو بيقول والله أنتم ما تعرفوش اليوم في سيناء بكلفنا كام. طبعا تعمدت أن أتأخر في الحقيقة عشان تصورت أنه محمد علي سيركز على سيناء، وقلت انه ايه يعني خلي الحديث له يعني. لكن محمد علي هو شخص مدهش الصراحه يعني. تكلم عن الارهاب بشكل معرفي يعني، مش بشكل مش على الارض، مش تطبيقي يعني. يعني لي جاء في مصر، لي كذا، كل اسئله جميله تهم الانسان بشكل عام. لكن ما هو الارهاب اللي في سيناء؟ ايه اللي بيحصل في سيناء بالضبط؟ هذا كلام لازم يقال، لانه انت لما تقول ارهاب هو بيقول سينا. يعني السيسي اليوم استخدم سينا في انا طبعا ما سمعت خطابه، سمعت لقطات منه على الفيسبوك، على السوشيال ميديا، يعني الحاجات مقطعه منه، بس حوالي يمكن نص ساعه لو تجمعها. انا سمعت منه حوالي نصف ساعه. قال انه والله جاب سينا في النصف ساعه اللي سمعت، لمح لسينا سواء بشكل مباشر او غير مباشر مرتين. مره ذكر سينا بشكل مباشر، قال انتم ما تعرفوش اليوم بيكلف كام في سينا. والمره الثانيه لما تكلم عن الارهاب طبعا بيشير الى سينا بشكل من الاشكال. اوكي، خلينا بس نتكلم من البدايه يعني. قبل ان يذهب الجيش المصري الى سيناء، طبعا في ارهاب في سيناء، بس خلينا كمان نقر هذه الحقيقه. لكن قديش قوه هذا الارهاب؟ هذا الكلام اللي احنا ممكن نتناقش فيه يعني. هل الارهاب الموجود في سيناء يستحق كل هذه المصاريف؟ هذا سؤال. وهي مصاريف هائله طبعا، لانه جيش في حاله قتال. اعتقد مش اقل من 40,000 مقاتل موجودين الان على ارض سيناء، وفي حاله قتال، وهذا بيكون مصروفهم ميزانيه مفتوحه. جيش في حاله حرب طبعا بيصرف كثير خالص يعني. انا مش انا اللي احدد، ولكن انا بفهم انه جيش، هذا جيش مش في حاله استرخاء، هذا جيش في حاله حرب. وبالتالي ذخيره مفتوح، كل شيء مفتوح يعني. كل الجيش الان في سيناء كل شيء مفتوح، كل الميزانيات مفتوحه قدامه يعني. طخ زي ما عايز، زي ما عايز، ضل طول الليل يضرب نار، لاني بامن على نفسي بضرب النار. وبالتالي مصاريف هائله جدا، طبعا مصاريف هائله جدا. طيب، نرجع. الحقيقه الاولى اللي احنا لازم نقررها في الكلام هذا عشان نكون مع بعضنا فاهمين الموضوع. في ارهاب في سيناء، لكن من وين جاء؟ قديش قوته؟ هو بكل الكلام اللي بينقال عنه هو 1000 واحد. طبعا هم 1000 واحد بيموت منهم وبيكملوا، يعني اللي بيطيح في اقصى التقديرات هو 2000 واحد. طيب، قبل ان يذهب الى الجيش في سيناء، انا كتبت على الصفحه وتكلمت في اماكن كثيره جدا: لا تذهبوا بالجيش، لا تدفعوا بالجيش الى سيناء، لانه سوف تكون المساله في غايه الصعوبه، لان انت بتواجه ناس بحرب عصابات، وهذا جيش نظامي، مش هيقدر يعني. الحكايه محتاجه قدرات اخرى يعني. قبل ان يذهب الجيش الى سيناء قلت استخدم المواطنين المحليين، لكن للاسف لما نزل الجيش طبعا بقياده وصفي، وانتم عارفين وصفي، يعني كل اللي مارس جرائم حرب ضد المدنيين. يعني الناس حاسه انه والله انه هذا الجيش لا يحارب ارهاب، هذا الجيش بيحاربنا احنا. هذا احساس الناس. ايضا في مشكله ثانيه اكبر: انت رفضت انك تستعين بالناس، استعان بناس صادره ضدهم احكام قضائيه في القضاء المصري. تتكلم من استعان بهم من سيناء هم ناس صادرة ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصري في جرائم بعضها قتل. وهذا كلام اللي عايز يحقق فيه يحقق فيه. يعني أنا بقول كلام أنا بعرف وأقدر أدافع عنه قدام الناس في الدنيا، وأدافع عنه قدام الله في الآخرة. هذه الاستعانة بالناس اللي هم قتلة، واللي هم عليهم أحكام قضائية، واللي هم مش من متن المجتمع، يعني مش من ليهم مصالح طبيعية في الاستقرار، ومصالح طبيعية في الأمان، ومصالح طبيعية عندهم مصالحهم اللي بيلزمها أن يكون في أمن، في استقرار يعني. لما ما تستعين بهذول وتستعين بالثانيين هذول،
هذا بيفقد الحرب شرفها، وأفقدها شرفها يعني في الحقيقة، وأفقدها مصداقيتها. أعطاها القائد اسم الجنرال وصفي، هذا إنسان فاسد، طبعا فاسد، وأنا عندي معلومات عن أنه فاسد من رأسه إلى أخص قدميه، فاسد تماما يعني. واعطاه هذا الحرب. هذا الرجل اول ما نزل عمل حاجه واحده بس. الناس في سيناء بيعيشوا في خصوص بسيطين، يعني ناس شديدي الفقر في سيناء، يعني يعني سيناء افقر. حتى التقارير الدوليه بتقول انه سيناء هي المكان الاكثر فقرا في العالم يعني. الناس فقراء جدا وقاعدين في خصوص، صار يحرق في الخصوص. طبعا الناس يعني صارت الناس تقعد تحت الشجر، صار يقلع الشجر. ومن فساده جاب مقاولين محليين بنوا له فيلا في مقر الكتيبة 102 ولا 200، الكتيبة اللي في العريش، أنا مش 102 أعتقد. ركب على الفيلا، كان بينها وبين مطار العريش حوالي 10 كيلو، يعني حوالي 10 كيلو أو أكثر قليلا وأقل قليلا، أنا مش شاطر في المساحة، ولكن في حوالي 10 كيلو. وهذه الطريق من الكتيبة 102 إلى المطار كلها زيتون، سينا كلها مزروعة زيتون وغير زيتون يعني، أو الأجزاء اللي هو بيحارب فيها يعني. قال لهم انا وقف على الفيلا من فوق، قال لهم انا عايز اطلع على الفيلا دي اشوف المطار، شيلوا لي الزيتون ده كله. سحق اقول ملايين اشجار الزيتون مثلا من على جانبي الطريق عشان يشوف المطار. قال لهم انا عايز ارى الفيلا اللي بنوها لها الفاسدين، المقاولين الفاسدين اللي في العريش يعني. عايز اوقف على ظهر الفيلا هذه اشوف العريش، اشوف المطار العريش. طبعا شيء جرف. طبعا مدينة رفح بالكامل لم يعد فيها بني آدم واحد سوى الدواعش. من هم الدواعش؟ أنا أستطيع أن أقول لك فلان ابن فلان، أم فلانة، خالة فلانة، جدة فلانة. عيب عليك، ما ينفعش أنك تقول لي بحارب فلان 7 سنين. إما أنت ليس لك علم تماما 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 بفنون الحرب، وإما أنت مهتم بأنه يبقى فلان. أنا بعرف فلان ابن فلان ابن فلانة، يعني أستطيع أعد 5 أو 10، بس طبعا مش دوري إنه أنا أعد في الناس يعني، ولكن أنا بعرفهم، يعني بعرف أبوه، بعرف أمه، بعرف جدته، بعرف خالة، بعرف عمه، بعرف أساكن وين. لا يزيد على إعدادي وأمير في سينا، لا يزيد. ما لم يتعلم حتى المدرسة الإعدادية وأمير. وهذا اللي بتقتلهم، هذا اللي أنت بتقتلهم لك 7 سنين وهم كلهم 1000 واحد. عايز ايه يعني؟ هل انت فعلا بتحارب الارهاب؟ هل انت لك مصالح؟ اذا كان لك مصالح لماذا كل هؤلاء الناس يموتوا؟ طبعا الجيش ما هو مش يعني زي ما احنا كنا، انا كنت في الجيش وانتم وكلنا كنا في الجيش، بياخذوكم مركز تدريب ويودوك على الكتيبه، واللي بيتدرب ولا بيتدرب ما بيتدرب يعني. ما انا مش هتكلم عما اعرفه عن الجيش في سيناء، لانه هذا فعليا يعني مهين انه انت تتكلم عن هؤلاء العساكر اللي بيواجهوا الدواعش اليوم وكيف بيكون رد فعلهم يعني عساكر خائفه وعساكر مرعوبه وعساكر بيصل بها الامر الى في حالات المواجهه الى طبعا ما هو العيال اللي معاه بينقلوا الاخبار، العيال اللي هم اخذهم هذول المهربين، هذول اللي عليهم احكام، هذول اللي هم اللي بيساعدوه، اللي بقول لك انا عشان يقدم نفسه. وليه يختار هذول؟ عشان يقدم نفسه للعالم، والله انا معي الناس اهل سينا يحاربوا معي. وهذول اصلا شخصيات هيطخها في الاخر، سهل انه يطخها لانه على حكم وخلصان يعني، عيال خلصانه يعني. دمرهم بدري طبعا، هم ابناء قبائل، لكن هو دمرهم من بدري، من زمان، من الاساس دمرهم عشان يستخدمهم، عشان يحولهم بالمصطلح المصري او بالمفهوم المصري الى بلطجيه. طبعا هم مش بلطجيه، هم ابناء قبائل، ولكن هم عندنا احنا هم ابناء قبائل، لكن عنده هم بحكم البلطجيه. فانت بتحارب الارهاب ببلطجيه، داخل حرب ببلطجيه، هذا يفقد الحرب اي مصداقيه واي شرف. والحرب شرف ومصداقيه، اذا ما حربك ليس لها شرف، مش شريفه، وليس لها مصداقيه، من وين هتنتصر؟ مش هتنتصر يعني. وبالتالي دمار هائل جدا. جنود بيموتوا بشكل يومي بالعشرات، بلاش اقول بالمئات، بالعشرات يوميا يموت جنود مصريين. سينا مفتوحه كمقتله للجنود المصريين والاهاليها. طبعا الناس اللي ترحلت رماهم غرب قناه السويس، روحوا عوم وبدون اي حاجه خالص خالص خالص، ولا انتوا والسماء وعيش. طبعا الناس اللي انت طردتهم هذول مش مفروض تامن عليهم، مش مفروض. اللي انت رحلتهم، انت قلت لي، قول احمد موسى كان بيقول انا برحلهم علشان انظف سينا وارجعهم، زي اهالي مدن القنال
قلنا له لا يا احمد يا موسى، انت رحلت اهالي النوبه وما رجعتهمش، دول انت بترحلهم زي اهالي النوبه لانه انت عايز تبيع سيناء في سياق مشروع جارد كوشنر. طيب فشل اليوم مشروع جارد كوشنر، وترامب نفس اليوم رايح المحكمه، والمشروع كله فشل يعني. طب وبعدين الحرب اللي في سيناء ليست حرب حقيقيه، لا تزال. انا يعني انا كنت في سنه 2014، هذا كلام انا دائما لما بتكلم على فكره بشكل شخصي بتكلم لسبب واحد، حتى اقول معلومات انا متاكد منها، مش بتكلم بشكل شخصي علشان اصدق، لا بتكلم بشكل شخصي علشان اقول معلومات انا واثق منها تماما واستطيع ان اقابل بها الناس في الدنيا واقابل بها الله في الاخره، ما فيها شك. انا كنت في اجتماع مع مشايخ القبائل سنه 2014 في نصف الاول من سنه 2014 في مقر المخابرات العامة في كبر القبة في القاهرة، والمشايخ قالوا بلسان عربي مبين وواضح تماما لرئيس المخابرات العامة يومها اللي هو التهامي احنا مستعدين نتدخل ونخلص على الدواعش وننهي على المعركة. الا انه رفض وقعد يتكلم كلام عن مؤامرات وعن اسرائيل وعن مش اسرائيل. طب انت بتتعاون مع اسرائيل، هي الجرايد المصريه الجرايد الاسرائيليه بتقول معريف، يعني بتقول انا بطير من فوق، اليهود بيطيروا من فوق بس هو جيش ما بيعرف يشتغل من تحت، يعني مأساة يعني. طيب من وين انت اليوم جاي تقول لي تقول لي والله انا بدفع ما انت ما تعرفش طب وليه تدفع؟ لماذا تدفع؟ محمد علي بيقول لي ليه تدفع، انا كمان بقول له لماذا تدفع للارهاب؟ اذا انت يا اخوانا، اذا انت تريد القضاء على الارهاب اهالي سيناء مستعدين يقضوا عليه في وقت وجيز جدا، بلاش اقول لك في اسبوع. وهذا العرض اهل سيناء يوميا بيعرضوه على بعضهم وبيعرضوه علي وبيعرضوه على الحكومه وبيعرضوه بكل شكل من الاشكال. وهناك من عرض هذا العرض وصفي وما حدش عارف مين اللي صفاه، يعني عبد الله ركاب اللي الح قالوا لا يا عبد الله تجي تشتغل معنا في العربيه، قال لهم لا انا مش جاسوس اشتغل معكم في العربيه، انا راجل عايزين تخلصوا على الارهاب انا بخلص عليهم، انا ونسيب، انما انا مش هركب معكم في العربيه جاسوس واوديكم البيت فلان واجيكم البيت فلان، هذا كلام انا مش هشتغل، مش هذا المستوى من الشغل، هذا انا ما برضى به كراجل متجوز 60 سنه وشيخ قبيله وشيخ في المنطقتي، انا مش هشتغل معكم جاسوس يعني، انما مقاتله ارهاب انا عبد الله ركاب تم التصفيه. من اللي صفاه؟ لا احد يعرف، هم بيقولوا الدواعش، وانا ايش عرفني من الدواعش؟ ما انت ممكن يكون لك، قد يكون هناك دواعش، هو في دواعش بس قد يكون لك الدواعشك. مين اللي صف عبد الله ركاب؟ ولماذا صفي؟ وغيره انا بتكلم عن عبد الله ركاب لان انا بعرفه، مش في غيرك عشرات، انا بس يعني وصلتني معلومات عنهم، لكن عبد الله ركاب انا بعرف بشكل شخصي عشان كذا انا بتكلم عنك اسم. اذا انت يا سيسي او يا انا سيسي ما له خطاب عندي بصراحه، يعني الارهاب اللي في سيناء مش حكايه خالص نهائيا اطلاقا، فلان ولد فلانه ما هو مشكله، مو مشكله اللي انا بعرف، يعني انا وانا بقول لك فلان ولد فلانه انا في راسي بعرف، بس طبعا مش هقوله. فلان ولد فلانه لما معها اعداديه اللي هو امير، ما هوش مقاتل حتى عادي، لا امير عندهم مع الدواعش، هذا مو مشكله، كان على هذا والله يا اخوي ابن عمي لا هي مشكله خالص خالص خالص، هذا ولا حاجه، هذا بيخلص في ربع ساعه يعني، ما في اي مشكله خالص، ولا ربع ساعه ولا حتى 5 دقائق بيخلص. الامير هذا اللي هو امير وهو فلان ولد فلان وانا بعرف بشكل شخصي، اذا كان الدواعش زيي وهم كلهم زيي طبعا القصه مش مستاهله كل هذه المصاريف اللي انت اليوم قاعد تقول لنا في مؤتمر عام قدام العالم كله، وانا بصرف وبصرف وبدفع. طيب بتصرف الصواريخ وين؟ الصواريخ بيرمن في الصحراء، صواريخ تقف الطياره فوق الشيخ زويد وتضرب الصواريخ في الصحراء لتخويف اهل مدينه الشيخ زويد، لا اكثر ولا اقل. العريش اليوم تحت انت رفح سحقت من على وجه الارض. طبعا كلام فارغ، يعني هو بيشتغل في سياق خطه انه عايز يعمل تطهير عرقي للناس اللي في سيناء، وهذا الكلام مش هيحصل، مش هينجح يعني. بس لو هينجح انا ما تكلمت، لو هذا المشروع سوف ينجح انا ما تكلمت، لاني انا لا اتكلم في الخساره ولا بتكلم فيما انا راجل بتاع سياسه، مش هتكلم فيما هو اخلاقي، يعني قد اتكلم فيما هو اخلاقي لكن مش هقاتل علشانه. انه انت تفكر انه انت خططك تجاه ناس سينا سوف تنجح على الارض، هذا ضرب من الجنون، لن تنجح، وبالتالي فانت استنزاف للمال وللبشر وللكرامه وللجنود وللعساكر وللجيش وللمال وكل شيء استنزاف، وفي الاخر مش هيمشي ترحيل الناس هذول ترجع
بشكل من الاشكال هيرجعوا، مش هتقدر توقف قدامهم، لاني هذا احنا في القرن ال21، والكلام هذا انا قلته قبل كده اكثر من مره. اذا السيسي لا يخوفنا بالارهاب. اذا على الارهاب قبائل سيناء، مش انا مسعد ابو فجر ما بشيل عصا ما بشيله، مش انا. انك هناك قبائل عافيه وقويه وقادره على حفظ الامن وقادره على المشاركه وعندها مشاريع تنميه، هذه موجوده. شاركها، شاركها بدلا من ان تستعين بناس هم على عيني وعلى راسي، وجزمت الواحد منهم على عيني وعلى راسي، لكنهم عليهم احكام انت سوف تضربهم بالرصاص في اللحظه التي تريد ان تضربهم بها. انت جايبهم عشان تستخدمهم قدام العالم وتقول والله انا بستخدم بدوسين هذا هم معي، وانت هدفك الحقيقي انه تستخدمهم الى قدام وبعدين بتطخ الواحد فيهم وخلاص، او تحطه في السجن. يعني اذا كان خطير هتطخه، واذا كان اقل من خطير مثلا هتحطه في السجن. وللاسف بعضهم بيقعد مع الوزير الدفاع، وقاعدين في مبنى المخابرات العامه، قاعدين في مبنى المخابرات الحربيه في القاهره بيديروا الحرب مع اللواءات. مش ممكن يعني، مأساة يعني. ما انا اعرف ان السيسي، يعني السيسي يستقبل تجار البودره في القصر الجمهوري، بيقول لك انا شريف وانا ابوي شريف وانا. السيسي استقبل تجار بودره داخل قصر الاتحاديه، تجار بودره مش حشيش، حتى لو حشيش انا ممكن اقبلها، بودره، بودره جيد. التهريب اللي بروح على غزه هذا كل الولده اللي بيقول لك انا شريف ومش شريف، شريف وين يا سيسي؟ انت هتبيع علينا الشرف يا سيسي؟ انت هتبيع علينا الشرف يعني؟ احنا هنكذب على بعضنا يا سيسي؟ البزنس الذي يذهب الى غزه كله تبع ولدك محمود وشركاء. مو شركاء قشرته يعني، وما مش شركاء، هم قشره. يعني احنا في سينا بنسميهم قشره، فلان قشره المخابرات، فلان قشره محمود ولد السيسي. هذا خطابنا احنا كناس محليين في سينا. قشره يعني وجه يعني، يعني عشان يعني المشروع محمود بيشغل فيه واحد باسمه وبزنس، وطبعا تحت رحمه محمود في اي لحظه يذبح يعني ما يطخها، ما في مشكله، وبالتالي الثاني بياخذ له حسنه من القصه لكن البزنس تبع محمود ولد السيسي. على الارهاب، الارهاب اهل سيناء كفيلين به، والحقيقه انه حتى الجيش المصري كفيل به لو ان هناك من يريد الانهاء على الارهاب. يعني الارهاب اللي في سيناء، ما هو الناس لو هو عايز يقضي على الارهاب ما كان الناس مشيت مع الجيش، ما كان العسكري وهو ماشي كان الناس هتمشي معاه، تعال يا عسكري هذا هو الارهابي تعال، كان يمشي معاه. لكن هو مش جايب، هو جايب ناس معاه عليهم احكام غيابيه راكبين معاه في العربيه وبودوهم على بيوت الناس العاديين يحرقوا. يا اخي ضابط جاء على واحد عنده فرشتين قاعد عليهم، وعارف انت الشيخ العرب يعني الناس الغلابه اللي في سينا يعني، واحد فرش انه كلنا اصلا في الحقيقه مش ذات قيمه، بس في سينا هن ذات قيمه عند الناس الفقراء والغلابه هذول. فرشتين فلاقيه قاعد عليهم، قال له انت عامل لي فيه شيخ عرب، هات لي الفرشتين دول حطهم في راسك. يعني في اهانه، يعني انت مش بتحارب ارهاب، انت بتهين الناس، انت بتعمل تطهير عرقي، وهذا التطهير العرقي مش هيمر، لن يمر، لن يمر. ولو هيمر انا سكت، لو هيمر انا كشخص بحكي سياسه مش بحكي اخلاق، لا بحكي سياسه. لو هيمر انا كان قلت قدر الله خلاص. يعني احيانا بتخبطك عربيه عادي، لكنه لن يمر. هو نزف وخساره، وفي الاخر ما في حد كسبان، ما فيش حد هيطلع كسبان، كلنا خاسرين، سواء احنا كاهل سينا سواء الجيش. طبعا الجيش هو الخاسر الاكبر، الجيش هو الخاسر الاكبر، احنا في الاخر مواطنين ممكن نمشي ممكن نتحرك، الجيش هو الخاسر الاكبر، الجيش بيموت، الجيش بيموت بشكل يومي، محرقه يعني، مقتله، مذبحه يعني. في طبعا هم زي ما بيقول محمد علي المشهور منهم بيجيبوا اسمه في التلفزيون، اللي هو مشهور يرمي ب 10,000 لو ولفوا في عالم مصر وابنك شهيد يا حاج وخلاص مع السلامه يعني. راح يعني للاسف يعني. اذا عشان انهي معكم بس، كلمه ارهاب في سيناء هذه كلمه بكل صدق، هذه كلمه سخيفه ولا تستحق حتى الاهتمام بها. ألف في سيناء هم 1000 واحد، او في اكثر الاحوال هم 2000، وهذول الناس اهالي سيناء قادرين على التخليص عليهم. وحتى الجيش المصري مع الناس، يعني لو قلنا المعركه شريفه ولو ان المعركه صادقه، لو ظهر للناس انها معركه صادقه وشريفه، الناس هيركبوا مع الجيش وهيساعدوه، الناس الطبيعيين اللي زيي وزيك هيركبوا مع الجيش وهيساعدوه وهتخلص القصه. لكن الهدف في سيناء ليس الحرب على الارهاب، الهدف في سيناء في وجهه نظري هناك مصالح داخل شبه جزيره سيناء، الله اعلم من، انا ما بقدر احكي في اللي ما بعرفه. ثانيا فتح معركه مستمره لتخويف الشعب المصري انه والله الارهاب على الابواب من سيناء،
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.